نسيب إيطاليا ونروح شمالها إلى جميلة الجميلات سويسرا. سويسرا عاصمتها مدينة بيرن، وهي دولة حبيسة لكن فيها بعض من أجمل البحيرات في العالم. سويسرا ليها حدود مع إيطاليا والنمسا وليختنشتاين وألمانيا وفرنسا. أهم المدن هي زيورخ وجنيف وبازل ولوزان ولوسرن. وسويسرا فيها 4 لغات رسمية: الألمانية والفرنسية والإيطالية والرومانشية، ولكن غالبية الشعب لغته هي الألمانية. مدينة جنيف مثلا لأنها قريبة من فرنسا فكلها بتتكلم فرنساوي، أما مدينة لوجانو في الجنوب فبتتكلم اللغة الإيطالية. سويسرا دولة غنية جدا وديمقراطية جدا وسعيدة جدا ومش بتورط نفسها في أي حروب، يعني أوروبا كلها تولع في بعض في الحرب العالمية الثانية لكن سويسرا تقف على الحياد وملهاش دعوة بأي حاجة من ده كله. وسويسرا مش عضو في الاتحاد الأوروبي لكنها قلب أوروبا الجميل والمثالي، عاملة كده زي السودان وليبيا، وربنا يهدي النفوس لأن العقل زينة. بين سويسرا والنمسا توجد دولة صغيرة اسمها ليختنشتاين، طولها 24 كيلو ولغتها هي الألمانية. نروح ألمانيا قلب أوروبا، وهي الزعيم الاقتصادي والصناعي للقارة الأوروبية. عاصمتها برلين ولغتها هي الألمانية، وليها حدود مع بولندا والتشيك والنمسا وسويسرا وفرنسا ولوكسمبورغ وبلجيكا وهولندا والدنمارك شمالا، وليها سواحل على بحر البلطيق وعلى بحر الشمال. والمدن الألمانية المشهورة كتيرة زي هامبورغ، بريمن، برلين العاصمة، هانوفر، دريسدن، لايبزيج، دورتموند، إيسن، دوسلدورف، كولن، بون، فرانكفورت، نورنبرغ، شتوتغارت، ميونخ. ألمانيا فيها أكبر عدد سكان في القارة بعد روسيا الأوروبية، سكان ألمانيا 83 مليون. ندخل غرب أوروبا، هنا دولة هولندا أو مملكة الأراضي المنخفضة، والمملكة تشمل هولندا زائد 3 جزر في البحر الكاريبي. وعاصمة هولندا أمستردام ولغتها الهولندية. هولندا لها حدود مع ألمانيا وبلجيكا، ولها سواحل على بحر الشمال، وهي قريبة نسبيا من بريطانيا ولندن، وأهم مدنها روتردام، لاهاي، ايندهوفن. لاحظوا معايا إنه ميناء روتردام الهولندي على بحر الشمال هو أكبر ميناء بحري في أوروبا، وبفارق كبير عن الميناء الذي يليه. شايفين الميناء فيه مسافة 33 كيلو متصلة من الأرصفة البحرية ومخازن البضائع ومستودعات النفط والمواد الكيميائية، وطبعا بتخدمه شبكة ممتازة من السكك الحديدية والطرق السريعة. ده اسمه ميناء روتردام الهولندي، أكبر ميناء في أوروبا ويكاد يكون أكبر ميناء في العالم. تعالوا نروح بلجيكا وعاصمتها بروكسل، وفيها 3 لغات رسمية: الفرنسية والألمانية والهولندية، وليها حدود مع هولندا وألمانيا ولوكسمبورغ وفرنسا، وليها ساحل على بحر الشمال، وفيها مدينة أنتورب وجنت وليج وبروج. نروح دولة صغيرة اسمها لوكسمبورغ، وعاصمتها مدينة لوكسمبورغ، ولها حدود مع ألمانيا وبلجيكا وفرنسا، ولغتها هي اللوكسمبورجية والفرنسية والألمانية. نروح أكتر دولة بيسافر ليها سياح في العالم كله، وهي فرنسا. فرنسا عاصمتها باريس ولغتها الفرنسية، وهي من أقوى المراكز الثقافية في أوروبا والعالم، وهي دولة مليانة تنوع جغرافي طبيعي ما بين الجبال وسواحل وشواطئ البحار والمحيطات والبحيرات والأنهار والغابات والريف الأوروبي. فرنسا ليها حدود مع بلجيكا ولوكسمبورغ وألمانيا وسويسرا وإيطاليا وموناكو وأسبانيا وأندورا. وجزيرة كورسيكا في البحر المتوسط هي جزء من الجمهورية الفرنسية. وتوجد مناطق أخرى تابعة لفرنسا حول العالم تسمى أقاليم ما وراء البحار الفرنسية. فرنسا تطل على عدة مسطحات مائية، وده بيزود تنوعها الطبيعي. هنا بحر الشمال، وهنا بحر المانش أو القنال الإنجليزي يعني، وهنا المحيط الأطلسي،
وجنوبا البحر المتوسط. وفرنسا فيها عدد كبير من المدن المتنوعة في الحجم والنمط واللون والريحة: بريست، كامبي، رين، نانت، لاروشيل، ليموج، بوردو، تولوز، أجان. ونروح في الشمال تاني: كان، لو هافر، روان، أميان، كالي، ليل، غيس، باري، نانسي، ميس، كولمار، ستراسبورغ، مولوس، ديجون، بيزانسون. ونروح هنا قرب إيطاليا وسويسرا، هنلاقي أنيسي، أيكس-لي-بان، شامبري، جرينوبل، فالنس، سانت-إتيان، ليون، كليرمون-فيران، ومونبلييه، مارسيليا. نروح في الجنوب هنلاقي كان وأنتيب وكاني-سيغ-مير ونيس ومونتون قرب الحدود مع إيطاليا. كل دي مدن في فرنسا. فاللي راح باريس وفاكر انه شاف فرنسا فهو غلطان، لان الدولة دي كبيرة جدا جدا. توجد دولة صغيرة في جنوب فرنسا هي إمارة موناكو، لغتها الفرنسية، ومساحتها 2 كيلومتر مربع فقط، لكن بيعيش فيها حوالي 39 ألف إنسان، فهي الأعلى كثافة سكانية في العالم. وبيدخل موناكو موظفين وعمال من فرنسا وإيطاليا بعدد 40 ألف تقريبا كل يوم. والفرد في موناكو هو أغنى أفراد العالم، ومتوسط عمره هو الأعلى في العالم. في دولة تانية هنا صغيرة محشورة بين فرنسا وأسبانيا، واسمها أندورا، وعاصمتها مدينة أندورا لا فيلا، ولغتها هي الكتالونية. ننتقل لدولة إسبانيا، وهي مملكة إسبانيا، وعاصمتها مدينة مدريد، ولغتها الرسمية هي الإسبانية، وليها حدود مع فرنسا وأندورا والبرتغال. والأراضي الأسبانية بتشمل أيضا جزر البليار في البحر المتوسط، وكذلك جزر الكناري في المحيط الأطلسي. جزر الكناري مش تبع المغرب، لكنها تبع لأسبانيا. وفي مدينتين في أفريقيا محتلين من أسبانيا، هم سبتة ومليليا، وهم يعتبروا جزء من المملكة الإسبانية. وإسبانيا ليها سواحل على البحر المتوسط وعلى المحيط الأطلسي. واللي منكم شاف الفيديو بتاع مضيق جبل طارق عارف إنه جبل طارق هنا هو جزء من المملكة المتحدة البريطانية الإنجليزية وليس تابع لإسبانيا. وتوجد في إسبانيا بعض مناطق الحكم الذاتي، مثل إقليم كتالونيا هنا في الشمال الشرقي. إقليم كتالونيا لغته الرسمية هي الكتالونية، وهناك نزاع على الإقليم ده بين مملكة إسبانيا وحكومة الإقليم. فإسبانيا بتعتبر الإقليم ده منطقة حكم ذاتي داخل حدودها، لكن حكومة كتالونيا بتعتبر الإقليم جمهورية مستقلة بعد إعلان الاستقلال عن إسبانيا من جانب واحد في 27 أكتوبر سنة 2017. وعاصمة إقليم كتالونيا هي مدينة برشلونة. من أهم مدن إسبانيا برشلونة وإشبيلية وفالنسيا وغرناطة، قرطبة، مالاجا، بلباو، سرقسطة، وغيرها من المدن اللي بتجذب ملايين السياح من مختلف أنحاء العالم، وهي تاني دولة في عدد السياح بعد فرنسا. ودي مقارنة بين عدد السياح الأجانب في أكبر 5 دول سياحية في سنة 2019. فرنسا كانت الأولى ب90 مليون سائح، وبعدها إسبانيا وأمريكا والصين وإيطاليا. نروح دولة البرتغال وعاصمتها لشبونة، ولغتها البرتغالية، وفيها مدينة بورتو، وليها حدود مع أسبانيا وسواحل على المحيط الأطلسي، ويتبعها بعض الجزر في المحيط الأطلسي. ننتقل لبريطانيا أو المملكة المتحدة يونايتد كينجدوم، عاصمتها لندن، ولغتها الإنجليزية، وهي بلاد الإنجليز. وتشتمل المملكة المتحدة على 4 دول متحدة، والدول دي هي إنجلترا وويلز وسكوتلاند وأيرلندا الشمالية. وأيرلندا الشمالية اللي هي جزء من المملكة المتحدة ليها حدود برية مع دولة أيرلندا. والمملكة المتحدة ليها سواحل على المحيط الأطلسي والقنال الإنجليزي اللي بيسموه في فرنسا بحر المانش وبحر الشمال والبحر الأيرلندي اللي بيفصل بين جزيرة أيرلندا وجزيرة بريطانيا. ومن أهم مدن المملكة المتحدة بريستول، كارديف عاصمة ويلز،
برمنغهام، شفيلد، مانشستر، ليفربول، إدنبرا عاصمة اسكتلندا، جلاسكو، بلفاست عاصمة أيرلندا الشمالية، وغيرها من المدن. وطبعا المملكة المتحدة هي واحدة من أقوى الدول وأكثرها تقدما. بين بريطانيا وفرنسا في دولتين صغيرين، دولة اسمها جيرسي والتانية اسمها جيرنسي، وبيتكلموا انجليزي وفرنساوي، ومستوى المعيشة مرتفع جدا في الجزيرتين، وأهلهم من أغنى أفراد العالم. ننتقل لدولة أيرلندا، وهي عبارة عن الجزء ثواني بس قبل ما ننتقل لدولة أيرلندا دوس لايك لو سمحت. ننتقل لدولة أيرلندا، وهي عبارة عن الجزء الأكبر من الجزيرة دي، وليها حدود برية مع أيرلندا الشمالية اللي هي جزء من بريطانيا أو المملكة المتحدة. دولة أيرلندا عاصمتها دبلن، وفيها لغتين هي الأيرلندية والإنجليزية. في البحر الأيرلندي بين أيرلندا وبريطانيا توجد جزيرة طولها 48 كيلو اسمها جزيرة مان، وهي دولة مستقلة اسمها مملكة مان، وعاصمتها دوغلاس، وفيها اللغة الإنجليزية أكثر انتشارا من اللغة المانكية. وبين بريطانيا وأيسلندا توجد دولة اسمها جزر فارو، تتبع التاج الملكي الدنماركي، لكنها تتمتع بالحكم الذاتي كدولة مستقلة، وعايش فيها ناس اهو في وسط المحيط. هنا بقى جزيرة أيسلندا، ولغتها الأيسلندية، وعاصمتها ريكيافيك، وهي تقع على حدود المحيط الأطلسي الشمالية بالقرب من الدائرة القطبية الشمالية والمحيط القطبي الشمالي. شكرا ليكم، ياريت تشتركوا في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.